تصريحات النجم ليونيل ميسي بعد الهزيمة أمام المنتخب السعودي. عبر نجم وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن شعوره بالحزن والصدمة بعد هزيمة الأرجنتين اليوم أمام المنتخب السعودي، وقال اللاعب في تصريحاته بعد اللقاء: أعتقد أن ما حدث كان صدمة بالنسبة لنا جميعا، واجهنا فريقا قويا ومنظما في كل شيء، ولكن علينا القول أننا لم نلعب أو نظهر بالشكل المطلوب بعد. في مثل هذا النوع من المباريات يجب أن تعطي خصمك الاحترام اللائق، وربما تعرضنا للهزيمة لأننا لم نفعل ذلك. هذه النسخة من كأس العالم ستثبت لنا أن الأسماء الموجودة على أرض الملعب والأندية التي يلعبون بها ربما لن تكون كافية للفوز بكل المباريات، لأنني دائما ما أقول أنه لم يعد هناك فريق قوي وفريق ضعيف. كل اللاعبين الآن أصبحت لديهم عقلية الفوز، وكلهم محترفين في أكبر الأندية حتى وإن لم يلعبوا في الدوريات الكبرى. المنتخب السعودي به العديد من النجوم ولم يفقدوا الأمل حتى بعد إحرازنا للهدف الأول، فقد ظلوا يحاولون حتى نجحوا في قلب النتيجة لصالحهم. أعتقد أننا لدينا الوقت الكافي للتغلب على هزيمة اليوم، وبدءا من المباراة القادمة سنتعامل مع كل المعطيات. أريد أن أهنئهم على الفوز وأتمنى لهم التوفيق في مبارياتهم القادمة في المونديال.